الرواية عندي جاءت بثلاثة لفظات. السلام عليكم. اعملي ميوت يا ضيفتنا. الرواية عندي جاءت بثلاثة أسانيد بثلاثة لفظات. اللفظة الأولى يجبن أصحابه ويجبنونه. رواية تقول يجبن أصحابه ويجبنه أصحابه. رواية تقول يجبنونه ويجبنهم. 3 لفظات. فلو رجعتم إلى ما قاله زين العابدين، قال اللفظة التي تقول يجبن أصحابه ويجبنونه، فأنا سمعت منه يجبن أصحابه ويجبنونه. هي أمامكم على الكاميرا. يجبن أصحابه ويجبنونه ويجبن أصحابه، يجبن أصحابه ويجبنونه، يجبنونه ويجبنهم. فهو قال هذه اللفظة، فأخرجت أنا يجبن أصحابه ويجبنونه. فتحنا هيك وطلعنا على الكاميرا أمام الناس أنه القاسم بن أبي شيبة واهن ليك هو يجبن أصحابه ويجبنونه. رجع أبو حسن شو قال؟ رجع أبو حسن جلب لفظة أخرى. ما هي هذه اللفظة؟ لفظة فجاءوا يجبنونه ويجبنهم، وجلب تصحيح الذهبي. شوفوا ها شو ساووا هن، قلبوا بالعكس، جابوا سند ثاني ولفظة ثانية. لكن أنا لكم بالمرصاد، الذهبي صححه. هذا شو اسمه الراوي؟ نعيم بن حكيم. تعال نشوف. نعيم بن حكيم ضعيف. هذا كتاب اسمه الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي، جزء 3 صفحة 164، رقم الترجمة 3540. نعيم بن حكيم. شوف قال الأزدي أحاديثه مناكير. خلصنا من هذا. 2. هذا منه الكنى والأسماء للإمام مسلم. ماذا يقول؟ نعيم بن حكيم المدائني صدوق له أوهام. 3. شوفوا ها 3. هذا نفس كتاب ميزان الاعتدال للذهبي، يقول نعيم بن حكيم عن أبي مريم وثقه ابن معين وغيره. شوف وقال الأزدي أحاديثه مناكير، وقال ابن سعد لم يكن بذاك، وقال النسائي ليس بالقوي. خلصنا؟ ما خلصنا. وهذا نعيم بن حكيم في كتاب الطبقات الكبرى الطبعة العلمية ماذا يقول؟ نعيم بن حكيم ولم يكن بذلك في الحديث. إذن أنا ما دلست، هو من جلب لفظة يجبن أصحابه ويجبنونه. رجع لسه في عندي أبو مريم وأبو موسى الحنفي وإلى آخره. لن أدخل في تضعيف هذه الرواية. فأبو قلعة الشيعة أبو حسن شو قال لعله هو لروح كذب أبو عمر وقول له جاب هاي اللفظة وراح أعطيه الصفحة اللي وراها. زين العابدين قال أنا ما جبت لفظة يجبن أصحابه ويجبنونه، راح جلب لفظة أخرى، رواية نعيم بن حكيم، الرواية التي قبلها، ومع ذلك فهي ضعيفة عندي. الثالث راح يجيب رواية يجبنونه ويجبنهم، راح نطلع له من الضعيف فيها. افتهمتوا يا شيعة ليش بتخافوا تحاوروني؟ تمام. بن حكيم وابون من حواري. أولا جلب بأن قول ابن الجوزي بالوضع لا يصح. ابن الجوزي ما قال أن نعيم بن حكيم وضاع. شوفوا كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ما قال نعيم بن حكيم وضاع،
إنما نقل كلام الأزدي. قال الأزدي أحاديثه مناكير، وجلبت من ميزان الاعتدال أيضا الذهبي قال الأزدي أحاديثه مناكير. إذن شفتوا ليش بيهربوا؟ وقال ابن سعد لم يكن بذاك، وقال النسائي ليس بالقوي، جرح ما بعد جرح، 5 أو 6 من علمائي جرحوا هذا الرجل. إذن انتهى، روايته لا تصح. شفتوا ليش بيهربوا؟ سؤال واحد ما استطاع. يا شباب، هل رزية الخميس موجودة في كتبك؟ ما يقول نعم أو لا، مع أني أنا يا ناسف قلت له سأحاورك على أي جواب تجيبه. نعم موجودة، لا ليست موجودة، لأنه لو قال ليست موجودة رح يختزي. كيف تحاور شيئا ليس مشترك بينك وبين السنة؟